ما أن يذكر العسل في اليمن حتى تأتي حضرموت وعسلها الدوعني الشهير كأفضل منتج يمني ينافس في الأسواق العالمية. هنا في منطقة رحاب وسط وادي دوعن غربي حضرموت يعمل الحاج عبد الله بامرضاح منذ 27 عاما في بيع وإنتاج العسل. اقتراب موسم حصاد العسل أشعل حماسته، فهو كمحترف وذي خبرة بات يعرف مقدار ما ستنتجه الخلايا من عسل من خلال معاينتها وفحصها، فسنواته الطويلة في العمل جعلته قريبا من مملكة النحل وملما بكافة تفاصيلها الدقيقة. في العهد القديم كانت الخلية تنتج لك حوالي من 8 كيلو إلى أكثر، بعضها 8 كيلو، بعضها 10 كيلو، بعضها أقل شيء يعني معدل 6 كيلو 5 كيلو. لكن الآن بكثرة النوب وقلة المرعى ينتج ما بين كيلو كيلو ونص، بعضهم كيلو، بعضها نص كيلو يصل. تميز وادي حضرموت بأشجار السدر جعله وجهة مفضلة لمئات من النحالين نصبوا خيامهم بالقرب من خلايا النحل للمكوث فيها عدة أسابيع بعيدا عن عائلاتهم التي لا يطفئ نار الشوق إليها إلا عودتهم بمحصول وفير من العسل الدوعني الشهير. عمار واحد ممن شدوا رحالهم إلى هنا يقول إنه جاء رفقة زملائه من محافظة لحج جنوب البلاد. أن العسل الدوعاني قد هو يعتبر رقم واحد في الجمهورية اليمنية، لأنه محافظة حضرموت ووادي دوعان يكثر فيه العلوب بكثرة. تنتج حضرموت عدة أنواع من العسل كالسدري والسمر والمربعي والمراعي والصيفي، ويبلغ كيلو من العسل السدري الدوعني الفاخر نحو 25 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 100 دولار أمريكي. يأمل منتجو العسل في حضرموت من السلطات الحكومية مزيدا من الدعم لتطوير طرق إنتاج العسل وتسويقه لضمان زيادة الإنتاج وتشغيل أكبر عدد من الشباب العاطل عن العمل. سمير النمري، الجزيرة، من وادي دوعن بمحافظة حضرموت.